السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي امل نجيحه. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم خبزه معمره في الفران بطريقه اللي سهله بسيطه، يعني ما غاديش نحتاجوا فيها قوه التخمار تخمر وتعاود، ما كتاخذش معنا وقت اللي هو كتير، وغادي نحضروها بالدقيق الفينو فقط، يعني ما غاديش نديروها بالفورس نهائيا. كتجي صحيه ولذيذه ما تشبعوش منها. ان شاء الله الا جربتوها خليوا لي في التعليق كيف جاتكم، ندوزو نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات احتاجيت هنا لواحد الكاس ديال الحليب يكون دافي، وضفت عليه واحد المعلقه ديال الخميره ديال الخبز، معلقه عامره كبيره مع دابا الحليب بدا كيبرد، يعني معلقه كبيره عمروها وديروها سواء الخميره الجافه ولا الخميره الطريه. غادي نزيد عليهم واحد البياض ديال البيضه، وغادي نخليه الصفر حتى من بعد باش غادي ندهن هاد الخبزه ديالي في الاخر. المهم الا كان عندكم ضيج صفر عزلتوه بشي حاجه لا داعي انكم باش ديروا هاد الصفر البيض، يعني تقدروا ما تزيدوش تستغناو عليه نهائيا ماشي مشكل. صافي وغادي نخلط حتى كتذوب ليا هذيك الخميره، وغادي نضيف عليها واحد ربع كاس ديال الزيت. ودائما كيف ما كنقول لكم القياس انا اللي باش كنعبر اللي كنعطيكم قياس كاس العنبه. ان شاء الله غادي نخلي لكم في الوصف بالملي وبالغرام بالنسبه للناس اللي مهتمه بالملي وبالغرام. 4 كاس ديال الزيت العاديه، وغادي نخلط مزيان هذاك الخليط، ونضيف عليهم الدقيق. قلت لكم غير الدقيق ديال الفينو فقط، ولكم الاختيار هنا بالدقيق ديال الفينو كتجي احسن. بغيتو تخلطوا ما بين الدقيق الابيض يعني الفورس والفينو لكم يعني نتوما تختاروا، لكم الحريه الاختيار. بالنسبه ليا هنا غادي ناخذ منه 3 ديال الكؤوس بنفس الكاس باش عبرت الزيت طبعا وعبرت الحليب، كنعبر حتى الدقيق 3 ديال الكيسان ديال الفينو. علاش كنعبر انا بنفس الكاس؟ حيت انا حافظه المقادير باش كيجيوني المقادير مضبوطه. يعني انا ملي كنضيف كاس ديال الماء ولا كاس ديال الحليب اوتوماتيكمون كنضيف ليه 3 ديال الكؤوس ديال دقيق الفينو. يعني عندي هاد المقادير ديجا كنخدم بهم بزاف، ما كنزيدش في الاخر كنلقى العجينه ديالي هي هذيك، ما كنزيد ليها لا ماء ولا دقيق. ضفت هنا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، وكنجمع العجينه ديالي غير كنجمعوها يعني بلا حتى شي ايفور، عادي دغيا كتجمع معنا. اصلا كنحصلوا على واحد القوام اللي خفيف وعجينه رطبه، هانتوما كتشوفوها القوام ديالها كيكون رطب. غادي نغطيها ونخليها، ما غاديش نخليها تخمر بزاف. يعني الاهم في هذه الوصفه هي اننا كنخمروها غير مره واحده وما كنخمروهاش لوقت كتير. يعني هنا اقصى وقت غادي نعطيها هي 15 دقيقه، غير بما غادي ندوز نحضر الحشوه ديالي صافي هذاك هو الوقت غادي ندوز نكمل يعني الوصفه. ما غاديش نخليها تخمر بزاف. ندوزو للحشوه ان شاء الله. الحشوه كتبقى هنايا على حسابكم، انا غادي نعطيكم هذا الاقتراح ولكم الاختيار في انكم تضيفوا ولا تنقصوا شي حاجه على حسب اللي متوفر عندكم. ديما كتبقى الحشوه على حسب المتوفر. فواحد المقله هنا شلطت واحد البصيله رقيقه، من الاحسن تكون رقيقه بزاف، وضفت المهم درت شويه ديال الزيت البليه كيف ما شفتوا، وزدت عليه البصيله، وزدت عليهم واحد شويه ديال الفلفله خضراء وحمراء، نص تقريبا هكا ديال الفلفله حمراء ونص فلفله خضراء، خليتهم حتى نزلوا. عاد ضفت عليهم واحد الكميه ديال الكفته ولا اللحم المفروم. غادي نتبلهم بشويه ديال السكينجبير وشويه ديال الابزار ولا الفلفل الاسود، مع شويه ديال التحميره ولا الباربيكيو، وشويه ديال الكركم ولا الخرقوم، وشويه هنا ديال الفلفل الحار، الملح والفلفل الحار طبعا، يعني الهريسه ولا السودانيه الا بغيتوها كتضيفوا شويه هكا باش كتجي الحشوه لذيذه. وغادي نزيد ليها تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر محكوك،
كاضافه هذيك كيجي هذا الزعتر زوين في الحشوه. الا بغيتو ديروه راه كيجي رائع. صافي غادي نخلي هاد الكفته يعني كتشحر، ما كتاخذش وقت كثير، راكم كتعرفوا بان دغيا الكفته كتشحر لينا. ومن بعد ما كتشحر ليا هنايا غادي نضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال البانا ولا القشده السائله. الا بغيتوها راه هي كتزيد بنه وكتخلي الحشوه ما كتجيش ناشفه معنا. الا بغيتوها طبعا غادي تضيفوها، الا ما بغيتوهاش راكم تستغناو عليها نهائيا. صافي كندوزها هكا كتنشف ليا الحشوه، لان الحشوه ضروري خصها تكون ناشفه. وكنحيدها فوق الغطاء وكنخليها تبرد. يعني ضروري من الحشوه خليوها حتى تبرد على راحتها عاد باش غادي نخدموا، يعني باش نخدموا بها العجينه ديالنا باش ما تقطعش لينا العجينه ديالنا. ضروري من هاد يعني من هاد المرحله حتى تبرد لينا الحشوه. القوام ديال العجين كيف ما شفتوا خليته غير 15 دقيقه لا اقل ولا اكثر. كتشوفوا بان كيبدا كيتخمر معنا. صافي ما غاديش، هذا هو القياس اللي بغيت. والعجينه كتكون مرخوفه، هاد العجينه ديال الفينو كتكون مرخوفه رطبه، يعني تلعبي بها كيف ما بغيتي. قسمتها هنايا لجوج ديال الكرات، كنحاول ما امكن يكونوا المهم يكونوا متساويين. وغادي ندوز نبسطهم يعني بطريقه سهله، ما نحتاج لا دلاك لا والو، لان كيف ما قلت لكم عجينه رطبه رخوه تلعبي بها كيف ما بغيتي غير بيديكم. تقدروا يعني ترققوها تعطيوها الشكل اللي بغيتو، راها مساعده معنا بزاف بزاف. صافي كنحاول انني نخلق منها واحد الشكل هكا دائري. غادي نجيب المقله ولا المول ولا فاش ما بغيتو تحطوا هاد الخبيزه ديالكم. غادي نحطها في المقله. اولا خصني ندهن هاد المقله بالزبده ونرش عليها الدقيق باش ما تلصقش معنا، وصافي تفاديا. صافي وكناخذ هاد الكواره ديالي. هانتوما كتشوفوا كنلعب انا بالعجين كيف ما بغيت، يعني ساهل ما كيعذبناش نهائيا. كنهزو غير بيدي، يعني ماشي لا داعي باش تهزوه بالمدلاك ولا غير بيديكم وما كيوقع ليه والو. بالنسبه ليا غادي ندهنها هنايا بواحد جوج فرماجات مع واحد جوج معالق ديال المايونيز. الا بغيتو كانوا متوفر وبغيتو ما بغيتوش تقدروا دهنوها غير بشويه ديال الفرماج هكا. صافي ومن بعد غادي نضيف هذيك الحشوه ديال الكفته اللي ضروري منها انها خصها تكون بردت. هانتوما كاش ضروري خليوها تبرد. الا بغيتو كاع تقدروا تبريباريو الحشوه في الاول وعاد تعجنوا العجينه ديالكم باش الحشوه كتبرد على راحتها. حاولوا ما تخرجوش الحشوه للجناب، يعني حاولوا تخليو الجناب هكا خاويين باش نتحكموا في الخبزه ديالنا وما يخرجش لينا الحشوه، ما تخرجش لينا في الطياب. وضفت ليها هنا واحد الكميه من الفرماج ولا الجبن المحكوك، اي نوع ديال الجبن لكم الاختيار. صافي وغادي نجيب الكواره الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، حتى هي غادي نحاول نخلق منها واحد الشكل اللي دائري، وغادي نغلق على الحشوه ديالي بهذا الشكل. ونحاول نلمط كيف ما كنقولوا العجينه بحال الشكل ديال البسطيله. كنلمطها كنخشي ديك العجينه من التحت ونطويها بهذا الشكل، راه واضح اصلا. صافي وكنستويها على دور ديال المقله ووضعت فيها هكا واحد تقبل الاصابع ديالي. الا بغيتو هذه ماشي ضروريه طراسيتها هكا، الا بغيتو طراسيوها ما بغيتوش غادي تخليوها هكاك ماشي مشكل. صافي وخديت واحد داك الصفر البيضاء اصلا اللي احتفظت به دهنت بها هذيك الخبيزه ورشيت شويه ديال الزلجلان. المهم لكم الاختيار هنايا تزينوها باش ما بغيتو، انا زينتها بالزلجلان. بالنسبه للطياب مباشره غادي نطيبوها، يعني ما غاديش نخليوها تتخمر ولا نهائيا، غير كنعمروا الخبيزه ديالنا كندوز كنشعل الفران، غير شعلوا الفران وخليوه حتى يسخن مزيان، يعني على اعلى درجه عندكم في الفران. عندي 220 شعلته على 220 درجه ودخلت يعني هاد الخبيزه ديالي الفران، خليتها هكا واحد 5 دقائق على 220 والفران سخون، ومن بعد نقصت ليها ل 180 درجه وخليتها الفران كان لي مشعول من التحت ومن الفوق، طابت في نفس الوقت وما خداتش ليا وقت كتير في الطيب. وكيف ما كتشوفوها يعني واخا انها ديال الفينو كتطلع وكتنفخ وكتجي مفشفشه، يعني ماشي بلا دقيق البيض، ولكن كتجي رائعه وصحيه. نتوما كتشوفوها محمره من التحت ومن الفوق وبنينه وحتى الداخل ديالها يعني مفشفش ورائع بزاف. نصحكم انكم تجربوها ولما لا. المهم الا جربتوها خليوا لي في التعاليق كيف جاتكم، ما تبخلوش علينا بلي لايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم،
وشكرا لكم، إلى فيديو قادم إن شاء الله، بحول الله، تبقوا على خير.